أسمر ذي لي ونتزلع ماشي صلاة الفرض، صلاة النافلة. تسلع يا سيدي ماس، هل يا ترى أذيك تظليتيس أذي الرز تظليتيس أذي قطع الصلاة ينس أذي استجبي ماس نغادي كمل هذه الزلة سيني نرجوك أنا فكا تظليت ومع ذلك تستجب غيما اش راه يخدم ذي غيثما اسمها ذي صلاة النافلة. شو تقانزيش العلماء ميلو عياك تباباك ميلة ثلو عياك ديماك أتحبس تظليتيك تمتم وتستجبتي يماك استجبتي باباك. إيوا شو لأنه ثنا ذا النافلة والطاعة الوالدين ذا الواجب وذا الواجب يكزوارين النافلة وهي غيث ماذا شوت ثي غير يقدر ربي مرة تيلي تتزلط طوع الوالدينيش وما أدرك مرة تيلي تماشي كزليت أمي غروحك شيعة عييغ أمي غروح خدميتك كان عييغ ألا وتخدم غيرها ويقرنش حقوق الوالدين. العبادة أننا نعصون الوالدين إنسان ماشي من باقي الوقت لا نقطع رب العالمين أكشيا غلا خدميدة لا وتخدم غلا وريت طعارا الوالدينيس وهي يعتبر حقوق الوالدين وربي يوصل في الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ديني بابا كان وحك شخص قرر أف عاية أمس لي كان أف يعتبر عقوق الوالدين. وما أدرك ما تقرطس يا مسلايان وما أدرك ما إلا تعطت فلاس وما أدرك ما إلا ويكني كثني ما ولا ننسان ويكني يتسبون الوالدين إنسان وهي أعظم من ذلك. ما إلا تزلغ الفرض اللي تزلغ طهور مثلا يتسلع يد بابا تسلع يد ما هل تستجب غير والديني ولا خاطئ ما إلا ثلا حالة غير مستعجلة ثليت تزلط تسلع ياك باباك تسلع ياك ديماك قل الصوني غيك دي تسلع ياكني يتبين أنه ماشي الحالة إلا مستعجلة شحال واجيك كان دا شو راه تخدم تذيا كمل تزليتيش ما إلا طوفيتي تعاودي تسلع ياك لأنه بالك ثليت الشومبرا وعلي مرة أنه تزلط تعاود ذاك ديماك تسلع ياك دا شو راه تخدم تسبح نغ عيط القراءة كبر باش كما راك دي سليون هذه علم أنه إذا شو تخدمت ثليت تتزلط. ولكن ما إلا ثليت في حالة مستعجلة ثليت تتزلط باباك يتعيط يتسلع ياك شو معناتها؟ معناتها راه تحت الدونجي واش راه تخدموا تقطع تزليتيك وتروحت. لأنه حفاظ من الضروريات الخمس حفاظ النفس أولى من الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأتت أمه يونس تسدمس تسلع ياسد أجوريج فقال يا رب أمي وصلاتي يعني نجمع سينك نسقارن أمرين واجبين يا رب هذا جاوب غيما وكتجغشتي يعني غيحار قال له هو اللي حار مش راضي يخدم ولكن في الاخر يثما يتجا وني ماس يكمل تزاليتيس يقول ما غاصدي ريبوندير إماس تولع اسكو تعاود تقلد قال النبي عليه الصلاة والسلام سريع ياسد يا جريج فقال يا رب صلاتي وأمي فصليتي ولا غمة يقول ما غاصدي تجب يكمل تزاليتيس ويس ثلاثة كذلك اسكويان أسويس ثلاثة ثلاث تسات سلع ياسد يا جريج يقول ما غاصدي رواد يا رب أمي وصلاتي تظليتي ولا غمة يكمل تظليتيس تفقع في الاسماس فدعا ياسد فقال يا رب لا تمده حتى يرى وجوه المومسات أربي أفتسنو غالا أفتسم سفرا حاشا ماذا يزرى وجوه المومسات هي ذي الخالة يقفغنو بريد هي الباغيات الزانيات إلى آخره ثيما تيين اسمي غيتفقع في الميس شنو غيتخدم في دعايس دعوان الشر والنبي عليه الصلاة والسلام يثماني والصايا ادعو ثلاث الدريانوال
فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم فتوافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب الله لكم. لا يكران الوالدين ما فقعن في الدريان سن أسد الشيعة دعوة الشر، روحك ديفكر بين البومبا، روحك ديفكر بين لاكسيدو، روح ورك دير ربي بصح سلوقتو فقي عني بالك إلا ذا شو سيخدم. ومع ذلك العبد إلا قد يعاود كان غادي يسنو مكان اللي سيسكن أواد العالية شو خسرت ما إلا تفقعت في ناس أنت صراحة أكدفكر بالخير. فقال صلى الله عليه وسلم: تدعت فميك وتغلي تقل وقت الساعة الاستجابة وكد يستجيب ربي وتنضمت هذه فغميك ومن بعد أثي تشوف الطوموبيل ومع ذا تنضمت دعا سمي راح يفكر بلاكسيدي وفق توثث الطوموبيل. فقد النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أولادكم. والغاية غاية ما قد درسية أنه الإنسان غادي يطوع الوالدينيس الدعوة الوالدين يثما ثعار يثما الدعوة الوالدين. إنسان يتقي الدعوة الوالدينيس، إنسان غادي يطوع الوالدينيس قدر ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذينا مرادي غادي العبد قديق ربي غوثي سهارة العبادة أننا نعصون الوالدين إنسان ماشي من باقي الوقت إلا نقطع رب العالمين، وهي يعتبر عقوق الوالدين وربي يوصد في الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ديني بابا كان واحد شخص قال أف عاية أمس لي كان أف يعتبر عقوق الوالدين. وما أدرك ما تقرط سياري مسلايان، وما أدرك ما إلا تعطت فلاس، وما أدرك ما إلا ويكني كثني ما ولا ننسان ويكني يتسبون الوالدين إنسان. وهي أعظم من ذلك. وين غدا يثما الراهب إذا شو يغلط أنه كان من الواجب أن يستجبي الناس، لأنه النافلة إلا قضي الرز تصليتيس هذه حبس تصليتيس ودي يستجبي الناس. كل بني آدم خطاء ولاش من يزين غوري غلط نرى أكل من لا نغلط ومازال نغلط ماشي ذا الملائكة لا غير معصومين يون زينة غور في عصيم ربي راح تغلطت كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.